ننتقل إلى البيت 56 وقوله رحمه الله: وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعرا نظلوا. وظلت وذلك جاء في قوله تعالى في سورة طه الآية 97: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. هذا الفعل بالظاء. ثم انتقل إلى كلمة جديدة وهي قوله ظلتم، وهي في سورة الواقعة الآية 65: فظلتم تفكهون. فظلتم تفكهون. ثم قال رحمه الله: وبروم ظلوا. وبروم ظلوا، أشار بقوله بروم إلى موضع هذه الكلمة وهو سورة الروم الآية 51: لظلوا من بعده يكفرون. فهذه الكلمة بالضاء وليست بالضاد، لأن لو كانت بالضاد لكانت لظلوا من بعده يكفرون، وليست كذلك، هي لظلوا من بعده يكفرون. ثم قال كالحجر. كالحجر يعني في قوله تعالى: فظلوا فيه يعرجون في الآية 14 من السورة، وليست بالضاد بل هي بالضاء، ظلوا بمعنى بقوا. ثم انتقل رحمه الله إلى كلمة قرآنية جديدة فقال: ظلت شعرا. ظلت شعرا، وذلك في قوله تعالى: فظلت أعناقهم الشعراء الآية 4. فظلت أعناقهم يعني بقيت أعناقهم، وليست بالضاد، يعني ليست فظلت أعناقهم بل هي فظلت أعناقهم. ثم قال رحمه الله: شعرا نظلوا. كلمة شعرا هنا استخدمها الناظم للكلمة التي قبلها وللكلمة التي بعدها. ظلت شعرا نظلوا. ظلت شعرا نظلوا، فظلت في سورة الشعراء ونظل أيضا في سورة الشعراء في قوله تعالى: فنظل لها عاكفين في الآية 71.